عمرك وقفت قدام الهرم وقلت لنفسك إزاي الناس دي عملت ده من 4000 سنة؟ يعني يا عم، أنا بالكاد بلحق أرتب سريري الصبح وهم رصوا 2.3 مليون حجر وزنهم بالطن وبنظام هندسي أدق من مترين على جوجل إيرث. الفراعنة يا صديقي ما كانوش بس ناس لابسين تنانير ذهب وماسكين عصاية السلجان، دول كانوا مهندسين، فلكيين، أطباء، وكمان عندهم حس جمالي يخليك تقول دول مش بس بنوا حضارة، دول صمموها. تعرف إن الهرم الأكبر متوجه بدقة ناحية الأقطاب الأربعة؟ يعني لو جبنا بوصلة النهاردة هتلاقيه مطابق تماماً للاتجاهات. طب إزاي؟ ما كانش عندهم GPS ولا درونز. العلماء بيقولوا إنهم استخدموا نجمة الشمال لتحديد الاتجاهات، بس في نظريات تانية بتقول لا، دول استخدموا ظل الشمس على مدار السنة لحساب الزوايا بالدرجة. يعني بالعقل كده، هم قاعدين في الصحراء وبيقيسوا الظل بالملي، وأنا لما أحاول أعلق ستارة بتطلع مايلة 30 درجة ومحتاجة مهندس فرعوني يعدلها. كمان الغريب إن نسب بناء الهرم فيها النسبة الذهبية اللي هي 1.618، وده رقم بيتكرر في الطبيعة، في قوائع البحر، وفي جسم الإنسان. يعني الفراعنة اكتشفوا الجمال الرياضي قبل ما الرياضيات نفسها تتنظم كعلم، وده دليل إنهم كانوا بيفكروا بمنطق الفن العلمي مش مجرد البناء. وفي نظرية بتقول إن كل هرم بيصدر مجال طاقة خفيف في قمته بسبب توزيع الكتلة والشحنات. يعني الهرم نفسه كأنه بطارية أرضية. يمكن علشان كده بعض الباحثين بيقولوا إن الفراعنة استخدموا الأهرامات لأغراض طبية وروحية كمان. مش روحانيات وخرافات، لأ، علوم طاقة بدائية جدا لكنها منطقية. يعني لما كان فرعون بيقول هاتولي الطاقة، ما كانش قصده يشرب قهوة، كان بيتكلم فعلا عن طاقة. الفراعنة ما كانوش بس بيبنوا حجر على حجر، دول كانوا بيبنوا معنى إن الإنسان مهما كانت إمكانياته بسيطة يقدر يسيب أثر يخلي العالم يتكلم عنه بعد آلاف السنين. فالهرم مش بس رمز لقوة مصر القديمة، ده رمز لقد إيه الذكاء البشري ممكن يعمل المستحيل. بس قبل ما تسيب الفيديو، خد درس صغير من الفراعنة. لو عندك حلم ما تقولش صعب، شوفهم هم عملوا إيه من غير واي فاي. وسايب لك بقى المصادر في الوصف. ولو عايز تبني هرم ما تنساش تشترك في القناة